بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة أدبية ثقافية من ليالي بالقرن. عادة تقاس الدول والأمم بثقافتها وموروثها وتراثها ومدى محافظتها على هذا التراث وعلى هذا الموروث وعلى ما قدم الأوائل. والمملكة العربية السعودية ضاربة في جذور التاريخ إرثا وتراثا وثقافة وموروثا، ولم تألو جهدا الحكومات السعودية المتعاقبة على تأسيس المؤسسات والهيئات والوزارات التي تعنى بالثقافة وتعنى بالموروث وتعنى بالتراث وتشجع القائمين على هذا لتحافظ على ما قدم الأوائل لهذا الوطن الكبير. المملكة العربية السعودية ضاربة في جذور التاريخ موقعا وأصالة إنسانا وأرضا، لذا لدينا ما ليس لدى الآخرين. استشعرت الحكومة هذا فأسست كافة الهيئات والوزارات والجمعيات التي تحافظ على هذا الموروث وتعمل على تأصيله وإيصاله إلى الأجيال القادمة والمحافظة عليه كما كان، والإضافة أيضا حتى يكون كما كان لنا ماض تليد، لنا حاضر اليوم مشرف، ويكون لنا مستقبلا بإذن الله تعالى ننافس به كافة دول العالم. في هذه الليلة الأدبية الثقافية التي يقدمها سفراء جمعية الأدب المهنية في محافظة بالقرن، ونشكر لهم هذه المبادرات وهذه الليالي الأدبية والثقافية التي ينشرون من خلالها العبق في كل مكان، نشكر لهم هذا الجهد. جمعية الأدب مشكورة تقدم في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها وقراها الكثير من الجهد على مستوى هذه الأمسيات وهذه اللقاءات. الليلة يسر سفراء جمعية الأدب المهنية ببالقرن أن يرحبوا بكم يا سادة، فأهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأكارم في هذه الليلة التي سنقلب فيها صفحات الأدب والثقافة والرواية والشعر. طبعا كيف اعتمدت الدول على نقل أصالتها وثقافتها وموروثها؟ اعتمدت ابتداء على الراوي، فكان هو الوسيلة الأكبر لنقل هذه الثقافة وهذا الموروث وهذا التراث. واستشعر سفراء جمعية الأدب في بالقرن، جمعية الأدب المهنية في بالقرن هذا، فكان ضيفنا هذه الليلة هو الراوي الأستاذ القدير علي القريوي، وعنونوا هذه الأمسية بمجلس الراوي بين عبق الحكايات وعبير القصيد. لذا ستكون بإذن الله تعالى ليلة مشهودة نتقلب بكم من خلالها بين قصيد ورواية، ونتعرف أيضا من خلال الأستاذ علي على موقع الراوي اليوم وكيف يمكن أن نصنع راويا، والكثير من المحاور والأسئلة التي بإذن الله تعالى سنحقق لها مبتغانا من هذه الأمسية. نبدأ هذه الليلة بالرئيس التنفيذي لسفراء جمعية الأدب المهنية في بالقرن، الأستاذ القدير والأديب الشاعر سعيد بن ناصر القرني، فليتفضل. دقيقة يا أبو ناصر، لحظة بس.
تقدر تبدأ لا خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الكرام في هذه الليلة الماتعة التي شرفنا فيها باستضافة الأستاذ علي بن عبيد القريوي في ليلة سنعيش فيها بين الحكاية والقصة والقصيدة. شكرا الحقيقة لجمعية الأدب السعودية على كل ما تقدمه لسفرائها وسفاراتها في كل محافظات المملكة. نعتز الحقيقة بهذا الدور الذي نقوم به في محافظة بالقرن، ونرجو أن نكون قدمنا في 6 أشهر مضت ولو شيئا يسيرا مما يطمح له أبناء هذه المحافظة، وإن كنا لازلنا نطمح للمزيد، ولا زلنا أيضا نطمح في أن يكون هناك تناغما بين الحضور وبين الفعاليات. شكرا لرئيس السفارة الأستاذ عايض بن عبد الله أبو زيد على كل جهوده وبذله وعطائه ودعمه. شكرا للأستاذ سايد القرني صاحب هذا المتحف الجميل الذي لطالما استضاف الكثير من الفعاليات والأسماء والرموز والأمراء، وأقيمت في هذا المكان العديد من الفعاليات المماثلة والجميلة. شكرا لضيف هذا المساء الأستاذ علي بن عبيد الراوي الطويل والأديب. شكرا لمدير هذه الأمسية الأستاذ الإعلامي اللامع الأستاذ محمد بن صالح أبو يزن الذي تجشم مصاعب ومتاعب السفر ليحضر معنا في هذا المساء. شكرا لمنصة شهاب الإعلامية التي لطالما وقفت معنا ورصدت ونقلت وقدمتنا من خلال نوافذها ومنافذها إلى الجمهور في كل مكان. نعتز بمتابعاتهم وبدعمهم. شكرا لكل من حضر. شكرا لأعضاء السفارة الحاضرين. شكرا للأستاذ محمد سعد الذي شاركنا أيضا نقل هذه الأمسية. شكرا لضيوفنا الكرام الذين جاءونا من بيشة ومن بقية مراكز المحافظة على الرحب والسعة، شاكرين ومقدرين. الحقيقة الليلة أجزم بأنها ستكون ليلة جميلة وماتعة في ظل جمال ما يملك هذا المساء، وفي ظل أيضا ما سيديره الأخ محمد بن صالح، وفي ظل أيضا هذا الوجود الكريم المتطلع والمتشوق إلى مثل هذه الفعاليات. شكرا وأعتذر على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للأستاذ القدير الأديب الشاعر سعيد بن ناصر الذي قدم هذه الليلة كأفضل ما يمكن أن تقدم هذه الليلة، وقدم الشكر لكل من يستحق الشكر على مستوى المكان وعلى مستوى المنصات التي تشارك تغطية هذه الليلة، وعلى مستوى أيضا ضيف هذه الليلة الأديب الأريب الراوي الشاعر علي بن عبيد القريوي، الذي من خلاله بإذن الله تعالى سنقدم الجميل والمفيد. نعلم بأن الراوي فيما مضى كان يجلس في مكان علي، ثم كانت تنصت الآذان والقلوب والعقول سويا، ولم يكن ينطق أحد عندما يتحدث الراوي. كان للراوي مكانة مرموقة في المجتمع، بل كانوا يوقتون أشغالهم وأعمالهم وأمورهم وحياتهم أمور دنياهم على توقيت الراوي، متى يحضر الراوي وكيف ستكون الرواية. ثم ينشغلون في يومهم رغم انشغالاتهم الكثيرة على مستوى المعيشة والأكل والمشرب والأبناء، كانوا ينشغلون أين توقف الراوي ومن أين سينطلق بالرواية القادمة. فالراوي له مكانة على مستوى أدبنا العربي، مكانة لا ينبغي أن تكون إلا للراوي. نرحب أيما ترحيب براوينا وشاعرنا وأديبنا الأستاذ علي القريوي، الذي تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معلما للغة العربية، ثم درس لأكثر من 30 عاما، تنقل بين مدارس بالقرن محافظة بالقرن حتى ترجل قبل عام من الآن، فجمع بين اللغة العربية وجمع بين الأدب العامي على مستوى الرواية
والشعر وغيرها من الاهتمامات بالتراث والأصالة والموروث. حياكم الله أبو عبد الله، سعداء بتواجدك معنا. من خلالك بإذن الله تعالى نقدم ليلة أفضل من كل الليالي. حياكم الله، مرحبا ومسهلا، شكرا لهذه الجمعية وشكرا للقائمين عليها، والله يحييكم. والراوي يقولون أن الراوي أفضل من الشاعر، لأن الشاعر يعطيك موجوده اللي عنده حاضر، لكن الراوي يقطف لك من كل زهرة ومن كل شجرة ومن كل ثمرة قصة وقصيدة، وإذا جاءت القصة معها قصيدة ثبت الكلام. والراوي سابقا أو إلى الآن في رواة كثير في المملكة مثل الشرهان، مثل القحطاني، مثل كثير، يسمر المجلس، يضفي على المجلس شيء جميل، الناس كلهم يستمعون ويتسامرون، أحسن من أن كل واحد يجلس لحاله وكل واحد على جواله وكل واحد يستمعوا من الراوي من كل شيء ويستفيدوا من هذه القصة ويستفيدوا من هذا السالفة. فالراوي له مكانة عند المجتمع. أبو عبد الله، وأنت تتحدث عن الراوي ومكانة الراوي وكيف يمتع المجلس سواء على مستوى الشعر، على مستوى القصص، على مستوى القصيد. إلى قريب قبل أن تنتشر مواقع التواصل والتلفزيونات كانت مجالسنا بهذا الشكل. ماذا جد في حياة الراوي وحياة هذه المجالس؟ الراوي في المجالس ما كان في المجلس اللي يشغلهم. الحين اشتغلوا الناس بهذا البرامج التواصل هذه وكل واحد لحاله في زاوية وخلاص يستغنوا، قضوا لزومهم ومشوا. لكن إذا جاء الراوي قفلوا جوالاتهم واستمعوا القصة والقصيدة واستفادوا منها، فيها حكم، فيها موعظة، فيها كرم، فيها شجاعة، فيها علوم طيبة، يستفيدوا منها ويسلون يعلمون اللي وراهم. الراوي أحسن من يعني جزء المجلس مفكك كذا مشكلة. كان هو الوسيلة الإعلامية الموجودة. نعم، هو الوسيلة الإعلامية ويعطيهم أخبار الأولين والآخرين. طبعا. الآن اليوم أنت زي ما تفضلت يشكي الجميع مو بس الراوي. مجالسنا تئن من مسألة مواقع التواصل واستخدام الجوالات، لكن لو سألتك سؤال متخصص، كيف نصنع راويا على مستوى أنت مربي أجيال ما شاء الله تبارك الله، هل نستطيع صناعة راوي ولا له قيم معينة لابد أن تكون موجودة في الشخص؟ والله صناعة الراوي هذه صعبة، لأن الراوي لازم يكون محتوي لهذا القصائد، محتوي لحفظ القصيد، يكون عنده ملكة حفظ، يكون عنده هواية في قلبه أنه يحفظ القصيد ويرويه. منك تصنع راوي تجيب واحد، أنا أقول صناعة الراوي هذه مستحيلة. طيب، عدد الرواه اليوم طبعا اهتمت كثيرة بأن يكون فيها من الرواه والشعراء والأدباء حتى ينقلوا موروثهم وتراثهم. اليوم المملكة ما شاء الله تبارك الله أعداد وصلت 30 مليون مواطن. هل عدد الرواه يتناسب مع هذا العدد السكاني، مع المساحة، مع الأصالة والموروث والتراث الموجود؟ لا، ما يتناسب. الله يحييكم، شيروا للبث يعني يا مثلا شباب. في محافظة بلقر تلقى 2-3 رواه، والمحافظة فيها قبائل كثيرة أو 4 10 إلى كثر، والمناطق الثانية مثل يعني تعد حتى في الجنادرية كان الشرهان يجي ينصبون له خيمة ويروي بالحالة بس ما في غيره، والباقيين شعراء قلطوا شعراء نظموا شعراء. فالراوي ما يتناسب مع العدد كثير والرواه قليل. نسمع قديما أن الراوي كان يجلس في مكان علي والجميع يجتمع يؤقتون مواقيتهم على حضور الراوي، ثم يبدأ في سرد قصة قد تستمر شهر أو أشهر. ما عاد شفنا هذا موجود في مجتمعاتنا العربية. أنا أتكلم وسائل التواصل هذه أغنت الناس عن كل شيء، يفتح الجوال ويشاهد الراوي اللي يبغى ويشاهد الشاعر اللي يبغى. ونادر في المجالس يعني تلقى مجلس يجي فيه ضيوف يجي فيه رواه. كانوا قديما ينصبون الخيام للشعراء مثل اللي يسوق عكاظ، مثل يتحاكمون في الشعر. صحيح. الحين يعني قليل في المجلس العادي أو في مناسبة تحصل له رواية،
طيب علشان نستهل، ما نبغى نقعد بين محاور الحديث والسؤال والجواب، نبغى تختار لنا من أفضل القصص التي مرت عليك قصة وقصيدة نمتع بها بداية هذا اللقاء وهذه الليلة. والله أنا بعطيك قصتين، القصة والسالفة سوا، والقصايد الأولى باللغة العربية الفصحى جرت في عهد معاوية بن أبي سفيان، يا سلام. والثانية في العهد القريب للشاعر راشد الخلاوي. الله سلام. هذا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، مشى هو غلام له يروحون عند معاوية بن أبي سفيان في الشام. يا سلام. ويوم تناصف الطريق وجو في الصحراء اللي قبل الشام، جاهم مطر وعج وهبوب، قال يا غلام ميل بنا على صاحب هذه النويرة. النويرة يعني نار بسيطة. ميلوا عند هذا البيت، رحب بهم الرجال ويطالع في عبيد الله بن العباس وتوسم فيه انه من بيت طيب. يا سلام. وقام الى عند زوجته وقال نبغى نكرم ضيفنا. قالت يا طويل العمر ما عندنا الا هذا العنز، باحت غنمنا من الكرم وباحت. قال بنذبحها له. ذبحها وعود، تعشوا وامسوا. يوم اصبحوا صبح قال يا غلام كم معنا في على الدابة؟ قال معنا 20 دينار 200 دينار. الله. 200 دينار كثيرة. ثروة. قال اعطها صاحب الخيمة. قال يا طويل العمر هو ما ذبحنا الا عنز ما تسوى 5 دراهم. قال هو اعطانا كل ما نملك وحنا نعطيه كل ما اعطانا كل ما يملك وحنا نعطيه كل ما نملك. اعطوه ال 200 دينار هذه وراحوا للشام وجلسوا شهر وشهرين ورجعوا. قال ميل بنا على الرجال اللي جيناه وحنا واردين. ميلوا عليه الى حاله تغير، والى هنا حلال والى هنا كناره ومناره. قال طور حبهم. قال يا طويل العمر انا سويت فيه قصيده. قال اسمع. قال توسمته لما رايت مهابه عليه فقلت المرء من ال هاشم. الله. والا فمن ال المرار فانهم ملوك عظام من كبارنا عاظم. فقمت الى عنز بقيه اعنز ليذبحها فعل امرئ غير نادم. فأكرمني ربي غير حيث لم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم. الله الله. في الشاعر راشد الخلاوي كان يسمع بشيخ من شيوخ الحسن اسمه منيع بن سالم بن عريعر. يا سلام. إنه كريم ويعطي. وكان يسمع منيع إن الخلاوي شاعر وإنه يحب للصيد، يحب للصيد عند الماء. قال والله إني أروح إلى عنده. جاء منيع، طبعا ما يتعارفوا، جاء منيع بن سالم وقلط على الخلاوي وشاف الخلاوي وقام يكلمه. جاء إلى الولد متعلق في رقبة العنز، ولدك يا الخلاوي. عانها الله وذبحها وعود قدمها له وقال يقول الخلاوي والخلاوي راشد والأيام تضرى كل يوم بريح. إذا هبت تنسوم السعود على الفتى مليح وما حاشت يديه مليح. وإذا سكنت تنسوم السعود عن الفتى فلا كان قصره من حديد يطيح. يلوموني هلي في فعايلي ولوم الفتى عقب المشي قبيح. يلوموني في راكب قد مشت به، راكب قد من البعد فجل من كبين فسيح. يا ليت عين من منيع بن سالم تشوفنا يوم الجنين يصيح. الله. في ليلة شتوية هرمزية تلقى الشحن فوق الصحون طفيح. يا سلام. قال تعرف منيع بن سالم؟ قال أنا ضيفك منيع بن سالم. الله. هذه القصة والقصيدة من أجمل القصص اللي حفظتها. دائما قصص الكرم والجود والعطاء حتى لمن ليس لديه موجود هي أبلغ القصص وأجملها. اليوم احنا في المملكة ما شاء الله تبارك الله نعيش هذا الرخاء وهذا التطور. مجالسنا أو على الأقل منتدياتنا اليوم كثير من الجمعيات زي جمعية الأدب اليوم تقيم كثير من الأمسيات. أنت كراوي هل تطالب هذه الجمعيات هذه المؤسسات بتبني الرواة، جعل أماكن لرواية هذه القصص أو مثل هذه القصص؟ فأنتم امتداد لمن سبق، وأنتم أصل ثابت في رواية القصة والقصيدة، وأصل ثابت أيضا في تمرير ما كان عليه الآباء والأجداد من جود وكرم وطناخة وفزعة. فالراوي اليوم أعتقد أنه وجوده في حياة أبنائنا مهم
حتى تتوازن بين مواقع تواصل وتأثيرات خارجية وأيضا أصالة موجودة فينا منذ القدم؟ لا والله نودنا بالجمعيات هذه تستضيفنا دائم ويسوون لنا أماكن مثل هذه الأماكن ونروي، ولو يبغون نقعد نروي لهم إلى الصبح. موجود كل شيء موجود، لكن قليل الاهتمام بهذا النوع من الثقافة. لكن إن شاء الله أن الله يقيض له من بإذن الله يدعمه. أستاذ علي، أستاذ لغة عربية وتروي باللغة العامية أو باللهجة العامية، وجل القصائد هي قصيدة أو شعر عامي. كيف جمعت بين هذا وذاك؟ هل أثر هذا على هذا أو ذاك على هذا؟ ما أثر هذا على هذا، لكن أنا هوايتي إني أنا أحفظ الشعر الشعبي وشعر منطقتنا من هنا، شعر العرضة وشعر اللعب وشعر، لأن فيه من الشجاعة وفيه من القوة وفيه من يعني والمجتمع ما يحب إلا هو. يعني تجيب له من قصائد بعيدة ما يبغون موروث هم حق العرضة وحق اللعب وحق المجالس وحق الشرهان. أنت ضربت مثال في الشرهان عندما يروي حكاية أو قصة يسمعون من أقاصي الأرض، من أقاصي المملكة، شمالها جنوبها شرقها وغربها، ويفهمون ما يقول ويتلذذون بهذه الرواية وهذه القصة. لماذا أكثر الرواة غير الشرهان رواة مناطق؟ المناطقية غلبت على لهجتهم، على روايتهم، على قصصهم. ليش ما نشوف رواة زي كذا يستخدمون اللغة البيضاء وينتشرون في كل مكان؟ هو ما هو على مستوى المملكة، يعني هم يسمعون له، لكن هو ما يجي فننا يا أهل الجنوب. يمكن هو على شعر النظم وقصص النظم عندهم هنا وقصصهم، لكن يستمعوا له الناس اللي يحبون الشعر وطريقته واسلوبه على ما يقول هو، انه يقول من لحى شويه هم يحبونه علشان الكلام ذي، ولا ما يجيب مثل العرضه وما يجيبها، وكل قصصهم من عندهم من نجد والشمال وحنا عندنا نظم وعندنا عرضه وعندنا كل فن. المنطقه الجنوبيه هذه فيها فنون لو تبعد عنها ما اخذتها الكتب والدواوين. يا سلام. في كل مكان. يا سلام. الراوي كيف يتحصل على قصصه ورواياته والأخبار التي ينقلها في كل جلسة وفي كل مجلس؟ كيف يتحصل على هذا الكم الهائل من القصص والروايات والقصيد والشعر؟ وكيف يتثبت من أن هذه الرواية رواية حقيقية؟ لأنه أعتقد أنه قيل قديما آفة الأخبار رواتها، فكيف يتثبت الراوي من نقل هذه القصص والروايات؟ الرواه طبعا يجيك بالقصة يزودون فيها وينقصون فيها على حسب سمع الإنسان. يعني مثلا أنا بجيب قصة والقصيدة واحدة، أنت جبت القصة وزودت فيها ولكن القصيدة واحدة. هذا الرواه في كل مكان. لكن الراوي يسمع مرة مرتين، إما من شايب ولا من ناس عندهم قصص، يعني مثلا في تامة وفي الحجاز هذول يعلمون هذول، ولا ياخذها من كتاب يقراها ويحفظها. يعني يمكن انك تحفظ القصيدة من اول مرة، من زينها ومن قافيتها ولا من قوة الفاظها تحفظها من اول مرة. لكن يختلفون الرواه ولكن المضمون واحد. يا سلام. ابو عبد الله، ودنا بقصة وقصيدة. أنا قبل لا أطلب قصيدة لحالها دائما ما يمتع في مجالسنا ومنتدياتنا وصوالينا الأدبية أن تقرن القصة بقصيدة، هذه تكمل تلك. هذا يطوي العمر السلامة. بلقر في تهامة، طبعا بلقر في تهامة يتبعون مكة. فجاءت مبايعة بلقر في تهامة في جدة وفي مكة، وأهل الحجاز يتبعون أبها وبيشة، جاءت مبايعتهم في بيشة. هذا راح شيوخ بلقر الرغامة، أبرق الرغامة في جدة، في جدة. جاء عبد العزيز الملك عبد العزيز رحمه الله إلى أبرق الرغامة وراح بايعه. طبعا كل بيبايع على طريقته، الشاعر على طريقته والمواطن على طريقته وكل واحد على طريقته. الشاعر والشيخ صالح بن خضران بايع بقصيده يقول
طلبة الله تبدى يا سلامي على سيف الهلاك منها وارتابن الكفار قوم الفرنسي والأماني والقرانات سد البحر ظل عليهم من هروج كل يوم علينا يطفر البحر ياتي موجه وله ما يلهوي عليهم موج لاقيلات الموجات عود وقال وإنا مسلمه ما يورى عيبنا عود وقال وإنا مسلمه ما يورى عيبنا. يقول في الطرف الثاني جيت يا سيدي يدخل على الله وادخال علاك أول باب بدينا نطلب المنع وأنه ليس ماني والباب والثاني لا تطاوع حد ما قيل فينا من هروج فالحن عدوان من يعداك عدوان قوم موجه وله ما أكبر وانت إذا شال سيف النصر والأرض ليتك موجهات ثم حنا الرعية وانت يا سيد الراعي بنا ثم حنا الرعية وانت يا سيد الراعي بنا. هذه من القصص المعاصرة تقريبا. وطبعا كان الملك عبد العزيز في حينها يتقبل كل وبيعته وكل وطريقته، وكان هو يقرض الشعر ويفهم ما يتلفظون به. طيب الله ثراه، فقد وحد هذه الأرض الطيبة، شمالها يعانق جنوبها وشرقها يعانق غربها في أمن وأمان وسلم وسلام، حتى أصبحنا في هذا المجلس ما شاء الله تبارك الله نمثل وطن من كافة قبائل المملكة، نتكاتف ونتعاضد ونتكامل ونتواصل في مجتمع متآلف. فطيب الله ثراه ورحم الله من سبق من ملوكنا، وحفظ الله الملك سلمان وولي عهده، وأدام علينا عز هذه المملكة وعز حكامها. أبو عبد الله، على مستوى القصيد وعلى مستوى الرواية كثيرا ما أمتعت وأطربت وتداعى الناس لحضور هذه المجالس. هل هناك من الرواه اليوم من يحاول، وأنت واحد منهم، استخدام وسائل التواصل لنشر هذه الرواية بهذه الطريقة وهذا الأسلوب؟ اليوم مو بالضرورة يكون جمهورك زي الجمهور الحاضر، ونرحب بهم مرة ثانية، الله يحييكم جميعا. ممكن جمهورك وراء البحور وفي أقاصي الأرض. استخدمتوا هذه الوسائل لإيصال القصص والروايات والشعر؟ استخدمنا. أنا أسجل قصة وقصيدة ولا قصيدة بقصتها وارسلها في وسائل التواصل، واشوف متابعين حتى من خارج المملكة، حتى اللي ما يتكلم عربي يمكن انهم يعرفوني كذا يتابعوني فيه في التوك توك هذا. كيف المتابعة والتفاعل؟ مشجع؟ مشجع. يعني الناس يرغبون هذا النوع من يقابلوني يقولون ما عاد صورت اقعد اسبوع 4 أيام و5، ناس يقابلوني يقولون ما عاد شفناك ولا عاد صورت. يعني يرغبون هذا النوع من الادب وهذا النوع من الثقافه. كثير يحبونه. جميل. طيب، على مستوى القصيد والشعر كثيرا ما ساعدت القصائد إما في حل منازعات وحل مشكلات وتقارب مجتمعات من خلال القصص، بما أنك القصة الأولى ذكرتها عن الجود والكرم والعطاء ممن ليس لديه الكثير من المال. على مستوى المصالح والصلح ورأب الصدع وتقريب وجهات النظر، في قصص رويت في هذا الجانب كثير نسمع. في قصص حصلت هنا وقصص حصلت في بيشة وقصص حصلت في كل مكان. أنا بعطيك قصة عتقة رقبة، قصيدة عتقة رقبة. الشاعر قحطاني اسمه سيف بن كليفيخ الجروي. الله. نعم. والقصيدة عجيبة تسمعونها. في عتق رقبة بين سبيعي وقحطاني، والملفى عند سبيع في عهد المحافظ بن زلفة في بيشة. وتكلم ابن زلفة وتكلم الشيخ عبد الكريم الموسى
ومشايخ القضاة، وطلع السيف هذا وسوى القصيدة. يقول ولا جاء بعدها إلا العفو. طبعا رفضوا كل المصالح. نعم، ما جاء بعد القصيدة هذه إلا العتق الوجه له. يا سلام. يقول يا سبيعي أهل الثلاث اللي بها تعرفون، وأهل البخوت الكبار اللي تسمى بها، وأهل البشوت الوساع اللي لها تلبسون، اللي تجمل وتدري من تذرابها. يا سبيع اللي على وقت العسر تكرمون، يلي على المصرعين تفتح أبوابها. يا سبيع لا شثرة الردات ما تهزمون، لا صاحة المحصنات وشق تجابها. يا سبيع يلي على سلم شرف تصعدون، العود يرقابها والغمر يرقابها. يا سبيع اللي على صم الرمك تحتمون، البل بشلفني يفض الراس مضرابها. يا سبيع يا اهل الرماح اللي تفض المتون، هل عزوة ما تخجل من تعزوابها. يلي بنيتوا خيام العفو تستقبلون، جوكم قبائل بنو قحطان واصحابها، قبائل يطلبون الله ثم يطلبون ذبيحة الربطة في حوش قصابها. بجاه ربي وجاه الرسل والمسلمون، عفوا عساكم نهار البعث تستبعثون، في زمرة الأنبياء والرسل واصحابها. وحنا اللحم وانتم السكين والكون كون، كانت وبانت وحنا ما درينا بها. ومن غدر الأيام لا نسلم ولا تسلمون، بقعات تلف وتدور وتفتل أشنابها. واليوم جينا وبكرة جعلكم ما تجون، تشكون من نزغة الشيطان وأسبابها. والنفس حانت ودانتها كبار الديون، وابليس للشر وداها ولا جابها. تسامحوا واعتقوها جعلكم تعتقون، في ساعة كل نفس تعرف حسابها. صلوا على اللي بنور هدايته تهتدون، نبينا اللي فتح مكة وصلابها، اللي رفع راية الإسلام للمسلمون، وهدم بيوت الشرك وأحزابها. ولا جاء بعدها إلا العفو. يا سلام يا سلام. الشاعر مطلق والمستقبل مطلق. يا سلام يا سلام. وإن من البيان لسحرا، يعني حين تعمل القصيدة عمائلها فهذا نتاجها. بارك الله فيك يا أبو عبد الله. على مستوى وجود هذا الموروث في ذاكرة كل واحد منا، في فكرة عندك لتأليف مؤلف بهذه القصص وهذه القصائد ونسبها إلى أصحابها، ولكن حتى تكون مجتمعة؟ يمكن ما نلقى علي بن عبيد، نبغى نقرأ قصة، نبغى نقرأ رواية بقصيدتها مدموجة في كتاب واحد. والله أنا سجلها بأوراق عندي لكن ما جمعتها. في نية تأليف؟ هي أوراق عادية، القصة والقصيدة في نية تأليف، لكن وأكثرها والله ما سجلتها لأني تصلح كذا على طول إنك تلقاها. صحيح. ويمكن أن الواحد إذا راح ولا جاء من الدنيا شيء ما عاد حد بيدور له الأوراق دورة ولا بيحفظه. هذا الذكر الطيب يا أبو عبد. أنا نقول كتبها الراوي علي بن عبيد الله يرحمه. طيب يا أبو عبد الله، نشأنا وكبرنا على كثير من الروايات والقصص، بني هلال والتغريبة الهلالية العظيمة، وهذه القصص التي ظل الرواه يقصونها على مجتمعاتهم آلاف الأيام. هل لمثل هذه الروايات وهذا التاريخ مكان عند رواة هذا العصر؟ كثير من الناس أول الشيبان الأولين كانوا يحفظون قصائد بني هلال كلها، لأن فيها حكمة وفيها أنس كذي وزينة. وفي كتاب اسمه تغريبة بني هلال عندنا موجود. صحيح. وما أصلا بني هلال هذا صحيح، لكن يمكن أن الرواة والقصص تزيد. يقول أبو زيد الهلالي سلامه، يقول أبو زيد الهلالي سلامه عرض الفتى مثل القزاز النظايف، الله، فخاف من الأندال لا يكسرونها، وما من الأجواد ماني بخايف، فأربع معاني تعايب الفتى والحمد لله ثيابي منها نظايف. فالأوله مقفي وخلي خوي لا مشروع حد بالسلال الرهايف، والثانية ماني بزوار بيت قصيرتي لا عاد واليها بعيد النكايف، والثالثة ماني بحجار البنت عمي لا عاد ما قلب القلب موالف، والرابعة ما من عطية عطيتها لا جاء من المعطى كثير العنايف، واحذر إلى عطيت لا تحسف أخذت ما تطري الرجال الحسايف. الله الله الله. ويقول أبو زيد الهلالي سلامه وشوف البلاد الخاليات يروع بغى يزوع القلب من تحت ضامري لكن محنين عليه ضلوع، أحننا حنين هرش مبارك يحن لا بنروع عليه نجوع، فلا ضحكت إلا والبكاء مرد فلها ولا شبعت إلا وراها جوع، ولا يدري إلا يد الله فوقها ولا حايمات إلا وهن وقوع. يا سلام. يقولون أبو زيد الهلالي يكرم يلين ما عاد معه إلا ناقه. قالوا بني هلال هذا بنروح نشوف أبو زيد هذا شيوخ بني هلال، قال خاله حسن بن سرحان لا تروحون عند أبو زيد تاكلون الناقة وتعودون، كل شيخ ياخذ بكرة
فانذبح لكم الناقة فأعطوه البكار، وإن ما ذبحها فعودوها، ولو إنهم 8. مشوا هو في شعب الحالة عليا عنده، يوم شافته القوم جو صاحت قالت حنيت الفتى من شوفت الضيف في القصر، وقل لن وزهد قد الضيف قايل. قال ابو زيد شوف سوالفهم بالقصيد، قال يبي الهم منا كوم غزيره عليها من اولاد الرجال العزايم. قالت يا من ضيفاننا ويا من بيتنا ويا من ضيفاننا ويا من جارنا ويا من المدح دايم. قال له قولي حامت حوايمها وغشت قدورها وادعينا من كان يبغى الولاية مدق نحر الناقة. قالوا لا حول ولا قوة الا بالله والله ما يطقنا فيك انت وخالك، هذا 80 ناقة بدل الناقة. قال من كان مثلي وبن سرحان خاله عليه الليالي ما ادانا همومها. هذا من سوالف الهلالية وكثير قصائد الهلال. القصص الهلالية أثرت المكتبة العربية وأثرت ليالينا على مستوى السمر وعلى مستوى الرواية وعلى مستوى الاستماع. في قصص ثانية لقبائل أخرى أيضا أثرت المكتبة العربية، أثرت مجالسنا، أثرت منتدياتنا الأدبية والشعرية والقصصية. فيها كل قبيلة في المملكة عندها قصص وسوالف كثيرة، لم فيه بعضها يعترض القبائل الباقيين ولا كذا ويجي فيها مشكلة، هذه ما يروونها ولا يقدمونها. لكن تحصل عندك في الشمال شالح بن هدلان وسعدون العواجي وتركي بن حميد وسوالف وقصص عجيبة لهم. ففي كل قبيلة قصة. لكن بني هلال هذولا كانوا في فترة ما لاحظوا الآخرين ولا لاحظوا الأولين، كانت قصصهم عجيبة شوية وأضاف عليها وبياتهم على القصلفات البحر القصير. حلو صحيح. طيب أبو عبد الله، أنت أنا ما ودي أوجه الرواية لكن اختار لنا رواية بعطيك أنا سالفة سماوة. يا سلام، قصة سماوة، لأننا بندخل من السماوة أيضا إلى تربية الأبناء ونصحهم وإرشادهم. نسمع بكثير من الروايات اللي تشحذ هذا المكان. يقول هذا قصة سماوة جات في بلاد بلقر في تهامة، وراحوا للسمية ودي المكسل سمية. طبعا الشاعر لازم يشوف ايش جابوا، يعلم جبنا كذا وجبنا كذا والسمية كذا. وهذه السماوة تعتبر زي العلوة، يعني عند الناس شيء كبير في كل مكان. يقول بالخضرانة مرحبا هايل يا جناب بدونا بماجوب السمي، يوم سمى بكم منصور فنقول ذا حق وصايب، هم تعتوا بمكسانا مع الدال على ظهر الجمال، ما نقل كل جنبه فوق ظهر الذلول الأربعة. رحبوا داعية بالقرن من عند ابن وهاسل الجوف وابن عمار وابن مجني ويصلاب قوم في يباه، وابن كامل وناس في ثميده وصل ترحيبهن، وابن كامل وناس في ثميده وصل ترحيبهن. يقول في الثانية بعض الأجمال في شد وبعض الجمال من السمية، بعض الأجمال في شد وبعض الجمال من السمية، وابن آدم ما يتوب إلا إذا عاد من تحت النصايب، ويمنه وعدل عن طرقة الشرك في روح جمال، وانت يا راعي المبنى فطول جدوره واربعاه، قبل ياتي غميض الموت يضرب على الجنبين والجوف، خذ من الله لباس فوق جنبك ضمين فيباه، فالسواعي مشت ورا البوابين بات رحيبهن، فالسواعي مشت ورا البوابين بات رحيبهن. طبعا القصيدة له معنى. اي طبعا. لكن يحطه في الجمل. المعنى في بطن الشاعر على ما قال. في عقله. في عقله وعند الرواه. ما لا بناء في انا سمعت قصيدة غير والله ما ادري من هي، اللي يقول واحد مع ولد اسمه علي يوصيه، يقول
يا علي ودي أوصيك واسمع وصاتي يا علي، ولد الذيب يجي ذيب والنمر يجيب النمارة، والفهد ما يجي إلا بالفودة وربي شهده، وان بعض السباع في شي جعر وشي حصانيه، وان بعض السباع في شي جعر وشي حصانيه. يوصي يقول خليك ذي. طيب ابو عبد الله، على مستوى انا سمعت منك قصه قديمه ويمكن قبل عقدين من الزمان، كانت عن من جارت عليه الايام والليالي وفقد شيخه ومال. ان كانت مناسبه لهذا المجلس نسمعها. انا والله ما عندي فكره، لكن الروايات التي تروى في هذا الجانب وما اكثرها يعني في ثقافتنا العربيه، او اختار لنا قصه وقصيده مما تجود به علينا هذه الليلة. هذه يا طويل العمر السلامة يقول لك قصة جرت على رجال وزوجته. نعم. الرجال اسمه بشر والمرات اسمها حسن بنت عمه، وخذها عن محبة وعنه ومقطوعة ما لها إلا هو زوجها وأهلها، لكن أم الرجال هذا ما تبغاها، تكرهها. كل ما جاء من الصيد قالت فيها وفيها 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 وفيها. المهم انه جاء يوم من الايام جاء عليها ولد، اخذت الولد وحطته في حضنها وحطت عمامة ابوه عليه على ولدها. نعم. تلعب الولد تلاعبه، والعجوز جالس هناك طالع فيها. يوم جاء بشر قالت يا بشر، قال نعم، قال اعني بحسن هذا اليوم تلاعب الرجال قصير القامة طويل العمامة. الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما دام وصلت لهذا المواصيل. لكن شو نسوي؟ لا معها أهل تروح لهم، بنروح وادي السباع ربه ياكلها سبع وخلاص. صدق أمي راحوا وادي السباع وعود الرجال طول النهار وتعبوا وجا الليل ورقدوا. ويوم غطوا في النوم فقام هو وراح وخلاها. يوم قامت صبح لو انها مساء حالها ولا ما يطلع، قالت اجل كلته السبع ولعت بعود عند العجوز ذيك ما بتخليني اقعد عندها، بطلع في الشجره لين يفرجها الله. طلعت في شجره هنا وقدر الله لها هذا القافله شيخ وجماعته، قالوا بنقيل تحت هذا الشجره. جلسوا فرشوا الفراش وجلسوا وهي تطالع فيهم ما شافوها. توسمت في الرجال ذا حقيد القوم. نزلت عنده قال بسم الله الرحمن الرحيم، أنت يجدني ولا انسى؟ قالت لا انسى، هذا قصتي وهذا قصتي وزوجي كلته السبع ولعت بعود عند عمتي. قال اختاري من في وجهي وتروحين معي عند عيالنا في القرية، ولا اني تزوجت ورحتي معي. قالت لا تزوجني واروح معك. تزوجها وراح وجالها منها ولدي. وجاك انت يا بشر عند امه وابوه وها وعودت العجوز جاها بلا. زهمت عليه قالت اسمع، قال نعم، قالت والله يا ما قلت في حسن انه باطل واني اتهمتها تهمه. جاء صدمه ونفسيه وتعب وهام في الارض وقفه الين تغير شكله وجاله شعور وجاله ظهور تغير ما عاد ينعرف، ويمشي وثرى متجه للقريه ذي. مشى لين جاء في القريه اللي زوجته هذه فيها، ويسمعهم يقولون يا حسن يا حسن، غير ما يدري هي ولا ما هي به، ويبكي هاك يا ولد طعام بكى، هاك ثياب بكى، انت مريض نعالجك بكى. قالوا يا طويل العمر، راحوا الناس قالوا هنا غريب يبكي كل ما اعطينا شيء بكى ودنا تزهمه زهمه. كان جالسين هنا وفي ستارت وراها حسن والحريم. قال بي يداعم معه ويعطيه من القصيد. قال يا حسن، يقول الشيخ هذا يا حسن وش هو ذا يبكي بضيفنا ان كان مريض فعليه يدوه. يا حسن وش هو ذا يبكي بضيفنا ان كان جوعان فعليه عشاء. يا حسن وش هو ذا يبكي بضيفنا ان كان عريان فعليه يكساه. يا حسن وش هو ذا يبكي بضيفنا ان كان مديون فدينه عليه قضاء. الله. قالت هي
أنا بشر قبله ما بكيته، يبكي ضيفنا بكوه انسه. عرف صوتها. قالت أنا بشر قبله ما بكيته، يبكي ضيفنا بكوه انسه. قال يا حسن، يقول هو بشر، يا حسن ما تعزون ذا جاعاني، جاكم وخلى والديه وراه، جاكم على اللي كنها عظم باني، يبوج الخلا بوج الهلال سمه. قال اشتشك الشيخ، يقوم استل السيف عليه. قال حنا الذي ما تنوطاه هباتنا وعدونا صبر الحدا تاطه. أبسكي أطلعي ومسكي زوجها الثاني ذي الشيخ، وقالت هذا بشر بن فضل ابن عمي وعساك يا سيد الرجال افده. قال تراش طالقا ثم طالقا ثم طالق تحليل للرجل الغريب عشاء. قالت أعطاك الله حجتين وعمره يا معطي القلب العليل منه. قال تعالوا يعلموني بقصتكم، أنا لله وأنا إليك الله، من راجعون؟ قالوا هذا قصتنا، والرجال ما مات، إنه راح لأهله خلاها للسباع. قال خلاص من تبغون تقعدون معي وابني لكم بيت مع زلزيل مكرمين ودكم تروحون لأهلكم وحلالكم كيفكم. قال لا بنروح مع ولدين من دي. قال خذي واحد وخلي واحد. يوم دبرت التفتي قال لا، قالت خلاص خذيه مثلين بلا كبر وقول ابوكم بلا. هذه من سوالف. الله يعطيك العافية. على مستوى الوطن المملكة العربية السعودية ما شاء الله مترامية الأطراف وأساس راسخ وفرع في السماء ما شاء الله تبارك الله، على مستوى تعدد القبائل، المناطق، المدن، القرى، الهجر، على مستوى تعدد الثقافات أيضا في المملكة. ثقافاتنا كبيرة وكثيرة. أبرز الثقافات إذا ما حددناها بالمناطق، المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، اللي يتلذذون الرواة برواية القصص عنها وعن أهلها وشعرائها في أزمنة معينة. والله يعني أكثر شيء في المنطقة الجنوبية. أول شيء في عندهم تراث كثير وفنون كثيرة، تلقى في القبيلة فنين ثلاثة ما هي عند القبيلة الثانية ذلك زي. في قصيدة لابن خضران برضه في الملك عبد العزيز يوم تولى، يقول ليلة القدر ليلة قام فيها السعودي وانتبه، قام متجند بالسيف ويقول عوناك يا منادي. قال أنا مالك مبعوث في طاعة الرب الكريم، غير شد الفرس واركب ترى الحكم لله ثم لك. أسلم بالرشيد وأسلم القنصلي وحسين باشا، وأسلم مولاه ملوك العرش والجن من تحت الثرى. نتذكر بهذا الملك ما كان من حكم ابن داود، ذهب الريح في السجيل واخذ الطيور وجابها، وانتظر في كبار الجن ذا في الحديد مسلسلين، وانتظر في كبار الجن ذا في الحديد مسلسلين. هذا ابن خضران شوف جاب حكم داود وجاب، هو لا يقرأ ولا يكتب عجيب، لكن الشاعر ذكي. هذا البدء ولا هي بس هاي. طيب. على مستوى القصص التي نرويها في مجتمعاتنا المحلية لآبائنا وأجدادنا، ترى يا شباب أنا ودي أفتح لكم المجال برضو بعد القصة اللي باخذها من أبو عبد الله. إذا كان أحد سمع قصة من أبو عبد الله يبغاها يطلبها قصيدة، فما شاء الله تبارك الله موسوعة على مستوى الرواية وعلى مستوى القصص وأيضا على مستوى حفظ الشعر والقصيد القديم والحديث. أنا أتكلم أنه ولاة أمرنا ما شاء الله تبارك الله لهم من الحكايات والقصص والروايات مع شعوبهم وقبائلهم اللي كانت تفد عليهم من كافة مناطق المملكة، سواء الملك عبد العزيز أو من جاء بعده من أبنائه. في قصص تروى على مستوى منتدياتنا ومجالسنا في هذا الجانب. هذا الملك فيصل رحمه الله كان أمير الحجاز، وجاء في القنفذة كانوا يمشون يعلمون الناس الدين والصلاة والزكاة، كان الناس في جهل، ويروحون عند الملك فيصل في أجياد في مكة. من ضمن اللي راح الشاعر بن خضران،
سوى قصيدة عنده في مجلس الملك فيصل. يقول طبعا هو جاء على ذلول على جمل، ويوم جاء عند القشلة هذه أجادله في سيارات أول مرة يشوفها. يقول يا سلامي على قصر قطيب وبيبان بكم، له مدافع تطير وله بروق ودونه مال واحد، والشياطين والمزيح قالوا ذليل بعد ذاك، والنخيل أفصلت بالتمر من كثر ما يجنونها، والسعودي نصرها الله وأمة محمد في قوله أظهر الحق والإسلام يا شيخ بحر وشيخ بر، فيصلي فيصلي في ند 500 خيال طايف، له مناصيب في جمع القرايا غرسهم غير سيه، كل ما تاع ينقص مد زاده وعليه حببوه، يلا انك تجمل ما تلي فانت راعي الجمله، يلا انك تجمل ما تلي فانت راعي الجمله. يقول في الطرف الثانية حكمة هذه الله يا صفة 14 قرن ينصرنا بكم، كل واحد معه وجهين ما واحد يشبه لواحد، ياخذ العلم من هذا ويغدي يقول عند ذاك، ويقول أنت روحي وأنت عيني وما يجنونها، لين يهتل ما في خاطري ملحك وافلح يقوله، ما يبذه يروح البيت حتى يودي شيخ بار، كيف لو تاعله براد سكر وشاهي يا لطيف، لين خلوا قلوب الناس متعادمة من غير سايه، وهم كانوا عبال اخوان ولا الولد لحببوه، يوم جتنا الطرنبيلات ما عاد لي بالجمله، يوم جتنا الطرنبيلات ما عاد لي بالجمله. وفهمها الملك فيصل قال عليها وكساه واعطاها بندق. ما شاء الله. ابو عبد الله، كنت تكلمت في الماحه كذا الى انه الشاعر رغم عدم اطلاعه ما في وسائل نقل ولا تواصل ولا اتصال، الا انه كان يجي عيون الشعر وكان يستشهد اما بدول بعيده جدا ولا باحداث ما سمع فيها. كيف كانوا يكتسبون هذه المعرفه؟ كيف كانوا يعرفون هذه الثقافه؟ كيف كانوا يضيفونها الى اشعارهم؟ كان المركز الاعلامي حق الناس كلهم قبل التواصل والاسواق، اللي ناس راحوا فلسطين وناس راحوا لليمن وناس راحوا تجي الاخبار في السوق، شفنا سياره شفنا طياره شفنا ما قد شافوها، بس بالوصف بس بالوصف اللي ما شاف. طبعا يجي يعطيك العلوم كلها، والشجر ذا مر عليه والاسواق والعرب يعلمك به وشكل وش شرب، هذا العلوم الاولى يعلمك بكل شيء. حتى ان بن عامر علي بن عامر الضاضع نعم يقول في قصيدة له والطياير ما قد جاء طياير، والطياير والرشاش مثل البرد من نصبحاتي، كل شغل يجي له من بنات النصارى جنب اخوه. الله ما قد جات الطيارات ولا قد جات. على مستوى نقل العلوم، انت معليش باخذ من سواليفك واسولف عليك. طيب. واسالك نقل العلوم. لا 15 دقيقة لأن باقي بناخذ مداخلات. 10 دقائق. طيب نقل العلوم كيف، إذا كان فيه أسلوب وطريقة لنقل العلوم بين الناس بين المجتمعات في الأسواق، كيف كانوا يتناقلونها؟ كيف كانوا متقال ناس على ناس؟ لا في الأسواق كان في لها أسلوب. لا في الأسواق يجي مثلا أنا جيت من تامة وهذول في الحجاز، تقابلنا في السوق قال أعطنا علومك، أعطاهم العلوم، علومنا كذا، أسعارنا كذا، الحبب كذا، الشاة كذا، الجمل تفصيل، وهذول يعطونا علوم منها، زرعنا ما زرعنا، أجواءهم جانا مطر ما جانا مطر، هذا الطريقة، ويروح هو بعدين يعلم اللي ما حضر.
يعلمها. ثم جرادي بعدين، أول ما جرادي كان الرادي يجيب أخبار العالم كله ويسمعوا ويحفظوا، يجمعون على الرادي القبيلة كلها ويتسمعوا ولا واحد يقول كلمة ويحفظون الكلام اللي أيوه. إذا حد له مداخلة، أنا قلت إنه نتيح الفرصة لكم، فإذا حد يبغى يتداخل مع أبو عبد الله بسؤال، طلب قصيدة، طلب قصة، تفضل. الله يمسيكم بالخير جميعا. شوية يا محمد يا شباب. الله يمسيكم بالخير جميعا. أعطوا المايك يا شيخ، أعطوا المايك. نبغى نسمعك. لا عشان التسجيل. الله يمسيكم بالخير جميعا، وشاكر الله ومقدر هذا المساء الجميل، سواء بحضور الضيوف أو المضيفين أو ما تم من نقاش خلال هذه الأمسية الجميلة الرائعة، التي صراحة كانت باكورة ما تم تقديمه للسفارة خلال الفترة الماضية. أستاذ علي أتابعه صراحة في التيك توك، وزي ما أشار أبو يزن مهمة هذه المنصة في إيصال الموروث الشعبي الذي كان لا يحكى إلا في زوايا أو في مجالس أو في، يعني كان فيه شوية خصوصية بحكم المنطقة. فأنا يعني أقترح على أبو عبيد أنه يستمر في هذا المنوال، فهو مع الأيام سيزيد متابعين وسيصبح له رواد، وأيضا قد يتشارك مع آخرين رواه في دول أخرى. والجمعية ترحب والله بأي راوي من أي منطقة، وأنت رسولنا إليهم أبو عبيد. أذكر مرة قد أعطيتنا قصة رجل كان ضابط مر في الشمال بأسرة، تذكرتها، نبغاها إن سمع وقتك. شكرا لك. شكرا للأديب العريب والشاعر القدير عايض أبو زيد، وهو رئيس سفراء جمعية أو سفارة بالقرن. شكرا على هذه المداخلة، وتوجيه نبيل وجميل بالاستمرار على مستوى النشر. فهي اليوم وسائل العصر. القصة اللي طلبها أبو زيد. والله القصة هذه لقائد سلاح الحدود أو حرس الحدود في المنطقة الشرقية معجب القحطاني، وجاء يوم من الأيام وقال نعم استاهل، قال ودنا نتمشى إلى الربع الخالي، هو خويه خذوا عليه معهم العزبة وأغراضهم وصالون جيب، وجو ماشيين في طريقهم إلى في بيت شعر عنده حلال، قال ميلوا بنا على هذا البيت. ميلوا على هذا البيت إلى في هذا العجوز وبنات لها، قالت ورحبت بهم وقالت شبت الضوء وقالت واحد يسوي قهوة خويها. قام واحد وسواها ونادت قالت يا طويل العمر، قال نعم، ما تعرفه ولا يعرفه. واحد ياخذ خروف من الشبك ذاك ويعش يغدي خويه. قام واحد من العسكر وخذ الخروف، قال يا عجوز وين هو ابوكم؟ قالت بيجي. يوم ذبحوا الطي وغدتهم وقال تعالي وين هو ابوكم؟ قالت ابونا مات. قال من ذا يقرب لكم ومن ذا يعطيكم ومن ذا يقوم عليكم؟ قالت معنا ولد هنا عسكري في الشرقية، وكل ما قلنا تعال عندنا قال عيا معجب القحطان، وهو يعجب الضيف. كل ما قلنا تعال يا رجال تعال، قال عيا معجب القحطان. قالوا وش اسمه ولدك؟ قالت اسمه فلان بن فلان. قال خير ان شاء الله. عود خذوا للتمشية هذه وراحوا. يوم جو هناك قال اعطوني العسكري فلان بن فلان، طبعا هو قايد المنطقة وذي يمكن عريف ولا ايش ذا سويت؟ ايش يبغى بك يا دافع البلا؟ قال والله ما ادري ايش سوى عشان ما بيفصلني. شرى له جيب جديد وحمله من كل رزق الصندوق كله، وقال تعال انت وين مهلك؟ قال هلي في المكان الفلاني. قال خذ هذا المفتاح خذ السيارتي وقعد عندهم، ولا تجي لين يقولون معجب القحطاني يبغاك، اقعد عنده. هذه سالفة معجب ابيض وجه، جزاه الله خير. والله نعم وسبعة أنعام، وصاحب الذكر الطيب تسير الركبان
ذكره وروايته. الله يرحمه، توفى. توفى، ها؟ الله يغفر له ويجعل ما قدم في موازين حسناته. لا زال المجال، هي الدقائق الأخيرة والمنعطف الأخير في هذه الأمسية. ما يركب بسهولة. الله يسعد مساكم جميعا، ونشكر الأخوان القائمين على هذه الجمعية ولهم منا جزيل الشكر، وليت المحافظات الثانية تحذو حذوهم. فأبو عبيد عملة نادرة في مجالسنا وفي مناطقنا، والمثل يقول اللي ما له ماضي ما له حاضر. فيه سالفة سمعتها أبو عبيد ذو الفترة اللي هو شاعر زهراني، والظاهر إنه ما يعرف اسمه. نبغاهم أبو عبيد وبيض الله وجهه ووجه السامعين جميعا. مجالسي ولا ما تحفظ منها شيء، إنها واجد المجالسي. هذه للبيضاني المجالس اللي بقول ذا الحين، يقول يا الله يا الله لا عرضت روحي إلى زمان فيما مضى وسط سوق الفايدة بات وشريت، وكل سوق هبطت شوقتني مشاريه، واليوم عمري فني بين الخلايق وشفناه، متابعة ترحمون القلب يا موجعينه يا موجعينه، متابعة ترحمون القلب يا موجعينه. عبد الله يقول في صدري هموم لها زمان، وشريت يا قلب من غلب المحبين وشريت، صحيح بعد الصداقة ما تجوز المشاريه، حسبي على واحد عرض علينا وشفناه، كنا الكهرب وكنا الماس في موجعينا في موجعينا، كنا الكهرب وكنا الماس في موجعينا. مدري اللي طلبت ولا صاحبتك؟ صح لسانك ولسان البيضاني، بيض الله وجهك ووجهه. أبو عبد الله، على مستوى الألوان الشعبية، قبل شوي قصيد وبلون العرضة وهذا المجالسي، ألوان المنطقة أو منطقتنا القريبة، إيش أبرز الألوان الشعبية؟ وتعطينا بيتين على كل لون إذا ممكن. في عندنا هنا في المحافظة اللعب متعارف عليه، هذا اللي يقول مش لا 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 ذا شرع ما شاقني كبش ذا باع غشيم ذا شرع ما، والنسر حان في روس الجبال مساعة وياه. لا 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 ذا شرع ما وقف ويهل جده ريت بابور شرع ما، وقفت له بوابير الحبش ومساعة وياه. هذا من ألوان اللعب. وفيه الخطوة برضه من الفنون في المحافظة، يقول لا 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 هل الخطوط السعودية ما يقرب الخل من خله، هل الخطوط السعودية. هذه من الفنون اللي فيه. والعرض عاد العرض معروف. والمجالسي زي ما سمعت. والمجالسي زي ما سمعت. وفيها ألوان، فيها ألوان في الطاروق، والحان ما عرفناها. يعني مثل مرة يتحاور خبير بن ظافر والجدي علي بن عامر في موضوع كذا، لكن ما يدرون الناس ايش الموضوع. يقول لحن غريب بعد، يقول خبير بن ظافر جاي لهم يلعبوا وجلس، قال الشايب علي قال يا ابن ظافر ماذا علم الغزية، قالوا خالد تغنم بدوي ياما.
يا صلاتي على خير البرية ذا زبيدة على ثاره رامة. قام خبير قال جانا خيل مع راعي مطية فدعستنا وحن بدو الغشامة يبتغون الزكاة المطرية ظلت منهم فرايقنا قسامة. ولعب هذا برضه من فنون لعب. أنا بتحول إلى الراوي الحين. طبعا برواية أبو صقر الشاعر عايض بن خفير، لأن القصيدة الوالدة هو الشايب علي بن عامر أنه راح يخطب والده خفير. لا لأنه هو رواها أصلا في أكثر من موقف ورفضوها أو ما تمت المسألة، وعلي بن عامر صديقه العزيز وما عزم يروح معه، فأول ما شافه عرف من وجهه أن المسألة باءت بالفشل فبدأ يحاوره. وما أجمل عصره وما أجمل هذاك الوقت، كانوا يعرضون في كل مكان. اخترع لحام كثير اخترع، حتى لحن بن ثامرة وعبد الرحمن بن عامر يوم يقول يا مرحبا بك يا محمد ما عرفنا نلحنها، بعض الالحان اندثرت. هي كانت حلوه. ايوه حلو. بعدين عن اللعب. إذا عندك ما تختم به على مستوى القصة، على مستوى الرواية، على مستوى الشعر، على مستوى القصيدة. طيب كلمة أخيرة لضيفنا وراوي هذه الليلة وأستاذها والذي أمتعنا على مستوى الشعر، على مستوى القصيد، على مستوى الرواية، تنقل بنا بين صفحات من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأمتعنا أيما إمتاع هذه الليلة، وهم الرواة على مر الأزمان أينما حلوا يمتعون ويطربون ويحولون المنتديات إلى أماكن للتنزه والفرح. كلمة أخيرة أبو عبد الله ومن ثم نختم. حياكم الله، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. نشكر الجمعية ونشكر القائمين عليها والأعضاء والرؤساء، ونشكركم جميعا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الأمسية الذي كان نجمها الأوحد الأديب الأريب والشاعر القدير والراوي علي القريوي، أمتعنا وتنقل بنا بين صفحات الأدب والرواية والشعر والقصيد والألحان والموروث، وهذا دور الراوي دائما وأبدا. قلت في البداية بأن المملكة ضاربة في جذور التاريخ على مستوى الأصالة وعلى مستوى الأدب وعلى مستوى المنجز، ولا زالت المملكة إلى اليوم تتسيد هذا الجانب أرضا وبشرا وحجرا ومدرا. فعلى الأديب مسؤولية، وعلى الشاعر مسؤولية، وعلى الراوي مسؤولية في نقل هذا الإرث وهذا الموروث وهذه الأصالة حتى لا تندثر، وحتى يعلم أبناؤنا اليوم الذين توزعوا وتشتتوا بين مواقع التواصل وبين الأجهزة، يعلموا بما كان عليه الآباء والأجداد من إرث وموروث وتراث وأصالة وأدب ومعرفة، وحتى لا تنتهي هذه الجماليات وحتى لا يندثر هذا الجمال. كما ذكر الأديب أبو زيد بأنه كثير من الألحان اندثرت. لماذا؟ لأنه لم يتناقلها الرواه ولا الأدباء ولا المثقفين ولا الشعراء، وكثير من الآداب والمعارف تندثر إذا لم تبتعث ويتناقلها الناس. ومن ينقل لنا هذا هم الرواه اليوم وعبر وسائل التواصل والمواقع التي تساعدهم. ضيوفنا الأكارم، مرحبا بكم مرة بعد مرة في نهاية هذه الليلة. أشكر لكم حضوركم، أشكر لكم هذه الدقائق التي استمعتم فيها إلى هذه الأمسية. سفراء جمعية الأدب المهنية في بالقرن يشكرونكم أيما شكر. يشكرون صاحب متحف سبت العلاية لاستضافته هذه الأمسية وهذه الندوة. يتقدمون بالشكر أيضا إلى الأديب والشاعر والراوي علي القريوي، يتقدمون بالشكر لكم جميعا لحضوركم هذه الأمسية. وفي نهايتها ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا الوطن أمنه وأمانه وعز حكامه، وأن يديم علينا ما نحن فيه من مسامرات وتبادلات على مستوى الثقافة والأدب والمعرفة. وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى
في أمسية مثل هذه الأمسية التي كانت بعنوان مجلس الراوي بين عبق الحكايات وعبير القصيد. نتمنى أن نكون في الدقائق الماضية قدمنا ما يمتعكم ويطربكم ويأنسكم، وتتناقل وسائل التواصل هذه الأمسية وهذه الجلسة إلى أن نقيم بإذن الله تعالى أمسية مع أديب أريب وشاعر وراو آخر من ضمن أمسيات جمعية الأدب. إلى ذلكم الوقت أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المقدم والراوي جزاكم الله خير. شكرا بحجم جمال هذا المساء على كل ما قدمه الأستاذ القدير الراوي علي بن عبيد القروي، وقد أمتعنا أيما أمتع الحقيقة. كانت ليلة والله في غاية الجمال، ولولا أن الوقت يعني قد لا يسعف شكرا لكل من حضر. شكرا للأستاذ محمد بن صالح أبو يزن الذي عودنا على أن يكون في مستوى الحدث في أي موقف. سلمه المايك واسترح، فسوف يقود الأمسية إلى مراتب الجمال العليا. شكرا لهؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحدث الجميل بأجمل ما يكون. شكرا منصات شاب الإعلامية. شكرا للأستاذ محمد بن سعد الذي عودنا على أن يكون معنا دائما. شكرا للإخوان، ربما فاتتني بعض الأسماء. يعني الشكر الأستاذ محمد القرني، كل الحاضرين الحقيقة. لا أنسى أن أشكر الأخ محمد بن فايز أبو الود على جهوده في الترتيب والتجهيز لهذه الأمسية. شكرا للأستاذ عايض أبو زيد رئيس السفارة على كل شيء. شكرا للحاضرين من بيشة ومن هنا. شكرا للأستاذ عايض بن سعيد حضورك وأنت القائم على رأس منصات شاب الإعلامية. الشكر الجزيل للأستاذ علي بن زايد أبو هاني الذي مكننا من هذا المكان الجميل، ويعني يبقى الشكر قاصر. شكرا لأبو عبيد الذي أكرمنا هذا المساء واحتفى بنا مع ضيوفه وكان يعني في مستوى الحدث. هذه شهادات شكر لبعض المشاركين، نرجو أن تعذرونا. هي شهادات شكر من جمعية الأدب نقدمها للأستاذ علي بن عبيد القروي مع خالص الشكر والتقدير. أيضا شهادة مماثلة للأستاذ علي بن زايد صاحب متحف سبت العلاء الترابي. شكرا يا أبو هاني، بيض الله وجهك، الله يحفظك. وشهادة مماثلة تفضل لمنصة شهاب الإعلامية الأستاذ عايض بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تشكرون من يقف معكم في كل مناسبة، حق لكم أن نشكركم على ما تقومون به أنتم من خدمات ومبادرات في هذه المحافظة العزيزة علينا. حقيقة هذه السفارة ومن خلال أمسياتها ونشاطاتها التي تابعناها عبر منصة شهاب أو عبر منصات الأخوان الثانيين الذين يأتون إلى مثل هذه المناسبة، تسعد أبناء المحافظة كافة ومتابعينها من كافة المحافظات غير محافظة بالقرن. نجد أنه في كل أمسية وفي كل ملتقى هناك إبداع وتميز جديد وتطور عن المرة السابقة أو اللقاء السابق. هذا يسعدنا حقيقة ويشجعنا كأبناء المحافظة للحضور في كل مناسبة أخرى، ونلبي الدعوة في كل ما تلقينا الدعوة منكم. بيض الله وجهكم والله يعطيكم العافية. نشكر أبو هاني على استضافته في هذا المكان، ونشكر الراوي علي القروي على ما قدمه من صلاة العصر إلى منتصف الليل كرما وجودا وشعرا ورواية. ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. شكرا يا أبو سعيد، بيض الله وجهك. الإعلامي محمد بن سعد القرني. محمد بن سعد أنت
أنت؟ لا محمد هو محمد سعد، والله ما أدري، أنا ما أدري. سعد بن محمد، أيوه محمد بن سعد. أنت لك جائزة إن شاء الله الحلقة القادمة. جائزتك في الحفظ والصوم. بيض الله وجهك يا أبو سعد. والله عموما محمد يعني الحين والله الأستاذ معلش بالنسبة للشباب الحين نحرص على الشخص اللي يستمر معنا. يعني محمد معنا من أول يمكن قبل 6 شهور. يعني صحيح. الحقيقة شكرا لهم لأنهم والله مبادرين ويحضرون، ونعوضك إن شاء الله في المرات القادمة بإذن الله. أبو يزن تستاهل والله أكثر من شهادة الشكر، ولكنك أنت نعتبرك سفير من سفراء الأدب، ولذا وتستاهل والله تستاهلها. وانا بيني انا وياهم عهد لكنهم خانوا العهد. لا ولا قلت لهم انا واحد، بالعكس أنت والله ولا استحق مثل هذه الشهادة. لا أبدا والله أبدا، شرف لنا على أي حال. شكرا لكم جميعا، ونعتذر لأي قصور سواء في هذا المساء أو في المساءات السابقة. الفعاليات القادمة إن شاء الله سيكون في الصيف فعاليات رائعة جدا، سندعوكم إن شاء الله في حينها. أمسيات شعرية، شعراء كبار، وأماسي ستليق بهذه المحافظة الجميلة بكل ما فيها. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد يقعد مكانه ويسلم عليه. اقعد هناك، لا تمشي. معلش يا شباب، يا شباب لا تطفي شغل انت. طافي من عندك يا ابو من عندك شغل، من عندك. طبعا إن شاء الله في بداية الصيف خلي يكمل السلام. بوايل خليك حولنا يا بوايل. ما عاد بطول ترى، بس عشان لا بس استريحوا يا شباب دقيقة بس. طبعا من أعضاء السفارة سعد الله خثعمي أبو وايل، وسعد بن شبرين، وأبو الود، وأيضا علي بن حافظ، وعبد الله بن حزمي، الشيخ عبد الله بن حزمي. أبو وايل إن شاء الله نحن موعودين بأمسية التاريخ. كما نعرف قبيلة خثعم مليئة بالمبدعين في الرواية وفي الشعر وفي التاريخ، دكاترة وأسامي كبيرة يعني من قبل الإسلام وإلى الآن يمتد، ومتتبع لسير الصحابة وسير الأدباء في التاريخ يجد أن لخثعم نصيب الأسد في هذا الجانب. فسيكون إن شاء الله بداية ومستهل الربع الأخير من هذه السنة سنبدأ فيه مع الأستاذ عبد الله بوايل من خلال ضيوفه في متحفه في قبيلة خثعم. فإذا عندك إضافة أو توضيح يا أبو وايل ما نستغني. الله يحييكم، مرحبا. الله يبقيك. حبينا نشعركم أيضا نبشر الجميع بهذه الفعالية إن شاء الله تكون على مستوى عالي. الله يرعاك. شكرا لكم المتابعة، ونراكم إن شاء الله في بث آخر إن شاء الله في أمسية جميلة جدا. دقيقة استلمتها أنا بصفتي مشرفا بصفتك مديرنا ولكنك أنت القائم بكل ما يهم منصة شهاب. تسلم. لك الشكر أولا وآخرا، وأنت الله يرضى عليك، المرجع لكل ما يهم الله يرضى عليك. تسلم بإذن الله. شكرا لك. طيب دقيقة بس. ولا خليتها طبيعي؟ لا 100% تصوير. هذا بث مباشر، ترى بث مباشر في ذمته. هي الآن أنت الحين مباشر على عسى الله يرضى عليك. الله يوفقك. أسعدتنا حقيقة الليلة أسعدتنا بالأمسية الجميلة هذه. إيش تبغى تقول لمتابعينك وللجمهور وللناس؟ حياهم الله في أي وقت وفي كل حين، وأنا مستعد إذا يبغون أروي لهم وأسولف لضيفانهم مستعد. بيض الله وجهك، الله يرحم والديك. تسلم والله يا أبو بيي، تسلم. أمتعتنا والله العظيم اليوم.
الله يبارك فيك.